يحسم مسؤول النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن مصير الجهاز الفني لفريق الدراويش بقيادة تامر مصطفى بعد نهاية كأس عاصمة مصر ونهاية موسم الإسماعيلي. وأنهى الإسماعيلي بطولة دوري النيل في المركز قبل الأخير في مجموعة تفادي الهبوط، ولكن تم إلغاء الهبوط ليستمر فريق الدراويش في دوري الموسم المقبل. كما خسر الإسماعيلي ذهابا وإيابا أمام سيراميكا كليوباترا بثلاثية نظيفة بمجموع مباراتي نصف نهائي كأس عاصمة مصر ليودع البطولة، ويتبقى له مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام نادي إنبي الذي خسر أمام البنك الأهلي والذي يقوده حمزة الجمل. ويعقد مسؤول الإسماعيلي جلسة مع المدير الفني للفريق تامر مصطفى لاستلام تقريره النهائي عن الفريق واللاعبين الراحلين والمراكز التي يريد ضمها، ومناقشته فيما قدمه مع الفريق لحسم مصيره سواء بالتجديد أو توجيه الشكر له. ويلتقي فريق الإسماعيلي مع نادي إنبي في 5 مساء الخميس المقبل على استاد السلام الدولي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس عاصمة مصر.